مساء الخير، سنة سعيدة عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله سنة 25 تكون خير على الناس كلها. حبيت أطلع معاكم قبل 24 ما تخلص عشان الفترة اللي فاتت كل الفيديوهات اللي طالعة الخطر الكبير على كندا، كندا في خطر، الخطر القادم لكندا، انهيار الدولار الكندي، انهيار الدولة الكندية، كلها حاجات تخوف وترعب والناس ممكن تبقى قاعدة قلقانة وتقول إن سنة 25 دي مش هتبقى ظريفة وهتبقى مليانة خوف يعني. فحبيت اطلع اهدي الناس شويه واعرفكم ايه فعلا، هل كندا في خطر ولا لا؟ هل فعلا في مشاكل عندنا؟ هل هيحصل حاجه ولا لا؟ هل فعلا كندا هتبقى هي الولايه ال 51 لامريكا؟ هل فعلا في خطر كبير؟ هل الدولار الكندي هيقع؟ خليكم معايا ندردش مع بعض. انا ممدوح من مصر، بعمل فيديوهات عشان اساعد الناس اعرف ايه اللي بيحصل في البلد، ويلا نبتدي ونعرف هل كندا في خطر ولا لا. طيب السؤال، هي كندا في خطر؟ الخطر ده فعلا موجود؟ موجود. هل الخطر ده فعلا ممكن يتحقق؟ بشرط. يعني ايه بشرط؟ يعني في شرط في الموضوع، لو الشرط ده فضل موجود كندا هتبقى في خطر كبير. طيب تعالوا نشوف المشكلة ابتدت ازاي من الاول. المشكلة ابتدت في 2016 لما ترامب بقى رئيس امريكا، وقبلها بسنة كان ترودو رئيس وزراء بتاع كندا. في 2019 راحوا مؤتمر كل الدول الكبرى، وكان المؤتمر في انجلترا، وكان ترودو واقف مع رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء بتاع هولندا ورئيس الوزراء بتاع بريطانيا، واتريق على ترودو، سوري انا اسف، اتريق على ترامب. اتريق على ترامب بتصرف غير مسؤول. ليه؟ لانك انت اكبر راس في الدوله، عيب انك تتريق على حد، ومش على اي حد كمان، ده اكبر رئيس اكبر دوله في العالم. المهم الغريب، هو فاكر نفسه ان هو في امان بيتريق بينه وبين الناس كده، في حد سجل الفيديو من غير ما هو ياخد باله وراح منزله مشير الفيديو ده. كانت النتيجة ان ترامب هو ورئيسة المانيا في الوقت ده في مؤتمر صحفي بيتكلموا، راح واحد صحفي سأله قال له انت شفت الفيديو ده وايه رأيك؟ فرد عليه رد قاسي جدا بان انا قلت قبل كده ان ترودو ده بوشين، ويعني بما معناه ان هو حتة عيل وان هو ما يستاهلش ان انا ارد عليه وكلام من كده، هزقه يعني. وحط ترودو في دماغه، وطبعا ما ادراكم لما ترامب هيحط حد في دماغه هيعمل ايه. هم كل الامريكان عندهم الطريقه دي، طريقه الانتقام والقوه، فلازم انا هذله وهجيبه لغايه عندي. وابتدى بقى ايه، قال له طب تعالى بقى، انا من اول ما انا جيت وانا مش موافق على الاتفاقيه بتاعت امريكا وكندا والمكسيك. الاتفاقيه دي معموله سنه 94، واتفاقيه من اكبر اتفاقيات الاقتصاديه في العالم، مخليه الثلاث دول بصراحه شغالين كويس جدا، وهي اتفاقيه نافعه جدا لكندا والمكسيك. قال له تعالى بقى عايزين نغير الاتفاقيه دي. ايه نغير ايه؟ ما نغيرش ايه؟ راح قال له طب بص بقى، 10% جمارك و25% جمارك على الالومنيوم وعلى مش عارف ايه، على كل صادرات العالم، ما عدا انت يا عم، انت كندا والمكسيك مش هحط عليكم ايه الجمارك دي. عشان يهدى كده بس الموضوع. شهرين راح حاطط عليهم الجمارك عشان يحط ضغط عليهم هما الاثنين ان هم يوافقوا على الشروط اللي هو عايزها. وفعلا انتهت الاتفاقيه بموافقه على الاتفاقيه اللي عايزها ترامب، واللي حطها مخصوص عشان يذل بيها ايه؟ يذل بيها رئيس الوزراء ترودو. وترودو من ساعتها بقى قاعد حاطط ايده على قلبه، لان ابتدى الموضوع ما يبقاش ظريف، واقتصاديا ابتدى يقع عنده، واستنى انتخابات 2020 تيجي لغايه ما جت، وجه افتكر ان هو الحمد لله خلاص الدنيا هتبقى بيس، لان جو بايدن كسب وترامب ما كسبش، فقال ده كويس واحنا نبقى حلوين، وجو بايدن ده حبيبي حبيبي من ايام الجيزه وما عنديش مشكله خالص، والدنيا حلوه قوي معاه. انما ما فيش حاجه اتغيرت وفضل الخطر زي ما هو. لغايه ما جه بقى 2024 ترامب كسب تاني، والخطر عمل ايه؟ رجع له تاني من اول وجديد. اول حاجه ترامب قالها، لان هو ما نساش اللي عمله في ترودو، اول حاجه قالها، اول قرار هاخده زياده جمارك على كندا والمكسيك 25%. 25% ده خراب. ليه خراب؟ طلع رئيس الوزراء بتاع كيباك وقال لك ده خراب، ده في بتاع 60,000 واحد هيطردوا يقعدوا في الشوارع، والشركات هتقفل، كندا هتقع، اقتصادها هيقع. طيب هو ترامب مش عارف ان ده ممكن يأثر عليه في بلده؟ مين الشاطر بقى؟ الشاطر رئيسة المكسيك راحت رد قالت له وانا المعامله بالمثل. هو انت فاكر الامريكان هيسيبوك لما تعللهم اسعار الحاجه؟ ده كل الجمارك من عندنا، كل الصادرات من عندنا، انتوا بتستوردوا كل حاجه من عندنا. فراح ردت عليه رد قوي. رئيس الوزراء بتاعنا الاستاذ تريدو للاسف كان في قمه في الضعف في الرد على رئيس ترامب، وسكت ما عملش حاجه. وبعدين في الاخر راح اتصل بيه وقال له ممكن اجي اتعشى معاك؟ قال له تعالى يا حبيبي ما عنديش مشكله، هو قاعد في فلوريدا. قال له تعالى، راح واخد الطياره وطالع على فلوريدا ومعاه وفد مرافق، وقعد معاه يتعشى
كانت النتيجه ان ترامب هزقه هو والوفد اللي معاه، بهدله قاعد يتريق عليه. ومن ضمن التريقه اللي قالها قال له ان انا شايف ان كندا تبقى بقى الولايه 51 في امريكا، وقعدوا يضحكوا ها 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 وخلص الموضوع. ومش عارفين ان ترامب ما بيهزرش، وهو ان هو شغال تريقه عليهم وهم ساكتين. ورجع عم ترودو ما عملش حاجه خالص ولا استفاد من المقابله دي باي حاجه خالص. ترامب بقى يرجعوا قالوا للناس ان طبعا الكلام ده كله اتسرب، وان ترامب قال الكلام ده، فقالوا له لا، قالوا لا ده احنا كنا بنهزر وبنضحك، وترامب ما يقصدش حاجه. راح طلع ترامب عشان يوري ترودو ان هو قاصد وان هو عايز يهزقه زياده. راح طلع في تصريح وقال انا عايز كندا تبقى الولايه 51 والمكسيك الولايه 52، في تصريح صريح كده، وش عشان ايه؟ يبهدل بيه رئيس الوزراء بتاع كندا. طيب ايه الخطر بقى اللي موجود؟ وايه اللي هيحصل؟ واحنا هنروح فين في الكلام ده؟ طبعا عايز اقول لكم ان الدنيا في كندا اتقلبت بسبب الموضوع ده، وحصل اكتر من سحب ثقه من حكومه ترودو. ولكن للاسف حزب الليبرال، حزب الان دي بي، وحزب البلوك كيبيكوا اللي هو بتاع كيباك، وقفوا اكتر من مره مع ترودو عشان ما يخلوش الحكومه تقع، لغايه ما جم بعد الاجازه بتاعت البرلمان وراح طلع تصريح ان احنا لا خلاص احنا هنوقع الحكومه. عايز اقول لكم ان كمان 5 من حزب الليبرال بتاع ترودو طلبوا منه ان هم يستقيل، قالوا له كفايه عليك كده، انت خربت البلد وفي نفس الوقت انت مش قادر تعمل حاجه، مش هتقدر تعمل حاجه مع ترامب. قد يكونوا فاهمين طبعا اللي حصل، وقد فاهمين ايه اللي حصل من زمان، وان ترامب مش هيسيبه. ترودو عشان يرضي ترامب شويه، هو عارف ان هو ما بيحبش نهائيا، انا ما بحبش اقول كلمه بيكره يعني، بس ما بيحبش خالص الوزيره الماليه اللي هي اسمها فريلاند، من ايام ما كانت شغاله في الاتفاقيه بتاعت 2019 معاهم، وكانت تعباهم جدا يعني، فهو ما بيحبهاش. فراح قال لك ايه، طب انا اقدمها لك كبش في ايدك كده على طبق من فضه، يلا يا عم، يلا فريلاند قدمي استقالتك وامشي. وهي طبعا ما كانتش موافقه على حاجات كتيره من اللي ترودو بيعملها، ال $250 اللي عايز يديهم للناس، والاجازه اللي هي بتاعت الضرايب اللي كان عايز يعملها، وطبعا كل ده ما اتحققش. وهي كان كل ده رايها ان ده هيزود عجز الميزانيه، والموازنه بتاعت الدوله بدل 40 هي كانت متفقه على 40 وهتوصله 60، والدنيا كانت هتبقى بايظه، وهي اساسا بايظه الدنيا. راحت قدمت استقالتها ومشيت. كل ده بيعملوا ارضاء لمين؟ لترامب. بس هو برضو مش فاهم ان ترامب كل ده مش فارق معاه. ترامب عايز حاجه واحده، وهو ده الشرط: لو فضل ترودو موجود في الحكومه يوم 20 يناير هتطلع الجمارك وترامب هيبهدل كندا. مش هيفرق معاه ايه اللي هيحصل بعد كده، لان هو ممكن يعوض اي واردات جايه له من بره من دول تانية، لان هو مش حاطط الجمارك غير على كندا والمكسيك بس. يعني بقيه بلاد العالم ممكن يستورد منهم اللي هو عايزه من غير جمارك. دي غريبه. انما الشرط واللي عايزه ترامب ان لازم ترودو يقع، لازم الحكومه تقع. عشان كده انا بقول لكم توقعاتي في سنه 2025 ان شاء الله. اول حاجه سنه 25 تبقى سنه كويسه جدا علينا. ليه؟ ترودو مش على دماغ ترامب، مش بس عشان يتريق عليه، هو كمان ضده في كل حاجه. بمعنى ترودو بيسمح بالمخدرات، ترامب مش عايز. ترودو بيسمح للمثليين وبيشجعهم، ترامب مش عايز. تحول جنسي، ترامب مش عايز. تعليم السكس في المدارس للولاد صغيرين، ترامب مش عايز. اجهاض، ترامب مش عايز. كل الحاجات المشتركه مختلفين عليها. فمش حتى بس ان هو اتريق عليه، لا ده كمان ترامب مش طايقه، لان هو مش نفس السياسات بتاعته اللي هتيجي مش هتمشي على دماغه. ترامب عايز مين؟ عايز طبعا رئيس حزب المحافظين اللي هو بيير بوليفر. ليه؟ لان حزب المحافظين هو زي الحزب الجمهوري في كل حاجه، في كل الحاجات اللي انا قلتها دي هيمشي زي ترامب ما هو عايز. فالتوقعات ان اول جلسه للبرلمان في شهر يناير ان شاء الله 2025 هيتقدم سحب ثقه من الحكومه. لو طلع الان دي بي راجل في كلامه، والبلوك كيبيكوا راجل في كلامه، وسحبوا الثقه فعلا من حكومه ترودو، ثقوا ان الموضوع هيهدى كتير، وترامب هيهدى كتير جدا جدا جدا، وهيبتدي يتناقش مع الرئيس الجديد اللي هو بيير، اللي هو بيحبه واللي هو عايزه. الانتخابات هتبقى في الغالب ان شاء الله اخر يناير، في اوائل فبراير او في نص فبراير، وات ايفر.
واول ما هيطلع بيير هيبقى في نوع من التفاهم ما بين امريكا وكندا، وهيقول له انا معاك. ترامب هيقول له انا معاك، انا مش عايز كندا تبقى ولايه 51 لان هو من الاساس ما ينفعش، بس تعالى بقى ايه نعمل شغل كويس مع بعض. بيير عنده خطته كويسه جدا، وفي مره تانية بعد ان شاء الله صاحب الثقه هعمل لكم فيديو على المواضيع دي كلها، وايه خطه بيير وايه خطه الليبرال وايه الانتخابات بتمشي ازاي، كل الحاجات دي. بس بيير عنده خطته اللي هتساعد امريكا انها تساعد ترامب ان هو يرجع في كلامه، من قفل الحدود، منع المخدرات، كل الحاجات دي اللي هتساعد في الموضوع ده. الحاجه الثانيه، هل فعلا الدولار الكندي هينهار؟ انا بقول لكم سنه 25 لا، بل بالعكس الدولار الكندي هيطلع، وهيطلع كويس جدا. ليه؟ لان بيير لو جه، هم المحافظين معروف ان هم ناس اقتصاديين كويسين جدا، مع الشغل الاقتصادي كويس اللي هيعمله اقتصاد كندا هيبتدي يطلع تاني، العجز هيقل، الدنيا هتمشي احسن واحسن واحسن، وبالتالي الدولار هيبتدي يسترد قوته مره تانيه. وقد نفاجئ ان هو وصل لارقام زي بتاعت زمان، مش طبعا مش هيوصل زي مثلا 2010 كان الدولار الكندي بدولار امريكي، انما على الاقل مش هيبقى بالرقم اللي هو دلوقتي، ان الدولار الامريكي ب 145 كندي رقم بشع عمرنا ما شفناه. ان شاء الله سنه 25 دي التوقعات بتاعتي انا شخصيا. ربنا يسهل وتطلع ان شاء الله صح. بتمنى لكم الخير، وبتمنى ان سنه 25 تكون خير للناس كلها، ونبتدي نشم نفسنا شويه بعد 9 سنين كانوا صعبين جدا علينا، وشفنا فيهم زياده في الاسعار، وشفنا فيهم زياده ضرائب، وشفنا فيهم مشاكل كتير جدا، وزياده اسعار التامين، والاكل سعره زاد، وكل حاجه سعرها زادت. نشوف سنه كويسه علينا، ويبتدي كل حاجه تنزل تاني، ونهدى ونعرف نعيش كويس، وتبقى كندا ترجع تاني كندا اولا. يومكم سعيد. سلام.